السلام عليكم. أنا اليوم جيت على البحر لحالي عشان أحكي لكم قصة ما قدرت أحكيها لحدا من سنة. قصة غيرت حياتي من الألف للياء. قصة كنت فكرة إنها بداية حلم وطلعت نهاية كابوس، وبعدين رجعت تتحول لحلم تاني. اسمعوني للآخر حتى لو دموعكم نزلت. أنا اسمي سارة، أو بالأصح ليان، بس أنا عرفت اسمي الحقيقي بعد 23 سنة. كنت يتيمة الأب والأم من وأنا عمري 5 سنوات، عايشة مع عمي وزوجته في غرفة فوق السطوح، غرفة ريحتها عفنة. كل يوم ياخدوا راتبي من الكوافير، وإذا قلت حرف واحد كف على وشي. كنت أنام وأنا أبكي وأدعي ربنا ياخدني، بس ربنا كان مخبيلي حياة تانية خالص. يوم من أيام الشتاء دخلت علينا الكوافيرة واحدة كديرة وقالت: في حج ثري جدا اسمه الحج أبو صالح، عنده 81 سنة وبيدور على بنت تعمل مانيكير في البيت، وبيعطي $500 في الساعة الواحدة. كل البنات خافوا. أنا قلت: $500 أقدر أهرب من هالجحيم. رحت مع السواق، دخلت قصر زي اللي بالأفلام، حدايق، نوافير، خدام من الفلبين وإندونيسيا. الحاج كان قاعد على كرسي متحرك، لحيته بيضة طويلة، عيون الزرقاء، وعينيه فيها حزن غريب. قال لي بصوت هادئ: تعالي يا بنتي، اقعدي جنبي. بدأت أشتغل وهو ساكت بس يراقبني. فجأة قال: شكلك زي بنتي ليان، بالضبط نفس العيون، نفس الابتسامة. سكتت، قلبي دق. خلصت الجلسة وعطاني $1000 وقال لي: بدي إياكي تجي كل يوم، وإذا وافقتي على طلبي بحياتك ما رح تحتاجي شي ثاني. سألته: وشو طلبك يا حج؟ قال: بدي أتزوجك عرفي، شهر واحد بس، بعد أموت وكل شيء أملكه يصير لك. أنا ما عندي وريث والأطباء عطوني أسابيع. ضحكت وقلت في بالي: الشيخ هذه. بس لما رجعت البيت ولقيت عمي بيضربني عشان ما جبت فلوس زيادة، بكيت تلك الليلة وقررت خلص بيوافق. ثاني يوم عملنا عقد عرفي سري، صرت الزوجة الخامسة. المحامي جاب الوصية: 300 مليون ريال، قصرين، 3 شركات، أراضي، كل شيء باسمي بعد وفاته. دخلت القصر أعيش، خدام يقولولي مدام سارة، سيارات فخمة، ملابس ماركات. بدأت أنزل ستوريات والناس تموت حسد. بس كل ليلة الحاج كان يطلب مني أقعد جنبه وأقرأ له قرآن، وكان يحكي لي عن بنته ليان اللي اختفت من الحديقة سنة 1999 وهي عمرها 4 سنوات. كان يبكي ويقول: كنت أحلم أشوفها عروس يوم من الأيام. وأنا أحس بالذنب، أقول لنفسي: أنا كذابة جاية عشان الفلوس بس. بعد 19 يوم بالضبط الحاج دخل غيبوبة. الأطباء قالوا ما ضل إلا أيام. جاء المحامي وقال لي كلمة قلب الأرض تحت رجلي: الوصية ما رح تنفذ إلا بشرط سري، لازم تحملي من الحاج. صرخت: كيف هو ما قرب مني حتى، ما لمس إيدي. المحامي طلع صورة قديمة، صورة بنت صغيرة، أنا بالضبط وأنا 4 سنوات، وقال: ليان ما ماتت، أنت ليان بنتها الحقيقية. عمك هو اللي سرقك من الحديقة وباعك لعيلة فقيرة عشان 50,000 ريال. طاحت الدنيا على راسي. ذكرت فجأة أحلام كنت أحلمها وأنا صغيرة: قصر كبير، بنت بتلعب، رجل بلحية بيضة بيحضنها. ركضت على المستشفى، دخلت الغرفة، مسكت إيده وصرخت: بابا، أنا ليان، أنا بنتك. فتح عيونه بصعوبة، دموعه نزلت. ابتسم، قال بصوت ما بيشبح صوت البشر: كنت عارف من أول لحظة، ريحتك زي ريحة ليان، عشان كذا اخترتك
عشان أرجع بنتي لي ولو لأيام. مسك إيدي بقوة وقال: سامحيني يا بنتي إني ما قدرت أحميكي وإنتي صغيرة، بس ربنا رجعك لي قبل ما أموت. وبعدها سكت. الخط صار مستقيم. صرخت صرخة مزقت المستشفى كله: بابا لا تروح، أنا لسه ما قلت لك بحبك. بعد الجنازة رجعت القصر، فتحت الخزنة السرية، لقيت كاسيت قديم، شغلته وكان صوت الحاج: إذا بتسمعي هالكاسيت يعني أنا مت يا بنتي، كل الفلوس والقصور دي عشانك، بس أنا ما جمعتها عشان تصيري غنية، جمعتها عشان لو رجعتي يوم من الأيام تقدري تعيشي كريمة وتساعدي كل بنت يتيمة زي ما كنتي أنتي. افتحي جمعية باسم ليان، وكل جمعة تعالي على قبري احكيلي عن يومك، أنا بسمعك. من يومها وأنا كل جمعة أروح قبره، بحط ورد أبيض وبحكي لها عن الجمعية اللي فتحتها، عن البنات اللي رجعوا لأهلهم. وآخر جملة بقولها كل مرة وأنا أبكي: كنت فاكرة إني راح أخذ ميراثك يا بابا، لكن أنت أخذت قلبي كله وعلمتني إن الحب الحقيقي ما له عمر ولا فلوس. واللي بكى معايا اليوم يكتب تحت: الله يرحم كل أب فقد بنته ويرجع كل بنت لأبوها. وتسكر الفيديو بعد ما تكفليه وتطالعي البحر